الطفل الحركي ما هواش طفل مزعج، بالعكس هو طفل عنده طاقة كبيرة جدا. لو احنا استغليناها صح هيتحول من شخص احنا بننزعج منه لشخص متميز وناجح جدا. فجالي سؤال لما قلت الكلام ده في فيديو قبل كده، قالوا لي طب ازاي نستغل طاقته دي صح؟ اول حاجة شاركيه أنشطة حركية زي النط والجري وكل الألعاب الحركية دي بتخرج من جواه طاقة. الطاقة دي هي اللي بيخرجها بطريقة غلط لما هو مش بيستغل حركته دي صح. طيب دي نقطة كمان، خليه يربط ده بالمذاكرة. اصل انا عايزاه يذاكر بس هو مش مركز عشان بيتحرك كتير، خليه يربط ده بمذاكرته. ازاي؟ خليه يحفظ الكلمات مثلا وهو بيتمشى، خليه ينط وهو بيعد، خليه يراجع الدرس بتاعه وهو بيرتب اللعب بتاعته. كل ما الطفل استغل الحركة بتاعته اكتر في ان هو في مذاكرته، كل ما استيعابه بيبقى احسن وتركيزه بيبقى اعلى. خليه تالت نقطة ان هو يشارك معاكي انشطة من البيت، حاجات بسيطة بتعمليها في يومك، انه يرتب مثلا سريره، ينظم اللعب بتاعته، يشيل الطبق حتى من وراه بعد ما يخلص اكل. كل ده هو بيفرغ طاقة، بيفرغ حركة، وفي نفس الوقت بيحس بالانجاز، بيحس انه عمل حاجة حلوة ايجابية. رابع نقطة، ممكن تشتركي له في رياضة معينة زي مثلا الكورة، الجمباز، الكاراتيه. كل ده بيساعده انه يخرج من جواه طاقة، وبيعلمه حاجات كتير ايجابية، وبيساعده انه يلتزم بالقواعد اللي بتتقاله. ودي من اكتر الحاجات اللي بتضايقنا، ان هو مش ملتزم باي حاجة، كل ما نقوله على رولز معينة بيسمعش الكلام فيها. قدمي له أنشطة تعليمية عبارة عن مجسمات مثلا، وخليه يذاكر من خلالها. الطفل الحركي لما بيتحرك وبيلمس حاجات مجسمة، ده بيساعده أكتر على التعليم وبيزود استيعابه أكتر من العادي. ربنا معاكم، أطفالكم دايما في خير.